Ladies and gentlemen, you are welcome in Egypt and its ancient capital. Here we have 75% of the monuments that which all over the whole world. And this is one from the most important temples of the Pharaoh. It's the first time to be opened after bringing Osiris. And this is a statue of the god Osiris. What do you say? Osiris. Yeah. The god of the underground world, or the other life after death. The Egyptians were able to embody this popular god. This means the eternity after death is labeled for all Egyptians alive, and also a just after death, ladies and gentlemen. And this is a large statue of the king Ramses II. ولا حركة. اللي هيتحرك عن صخور، فاهم ولا لا؟ فاهم. Keep quiet and listen to me. You are surrounded and you cannot escape unless you obey. We will shoot immediately. Now, raise your hand. Sit down. اللي هيتحرك عن صخور. واللي هيتكلم عن صخور. ايوه هنتكلم جد. يا أبا الحسن. نعم يا أخي. هلا تفقدت الأسرى بمشيئة الله؟ نعم يا أخي، أفعله عن طيب خاطر إن شاء الله. بارك الله فيك. Everybody give his name, work and nationality. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. كل شيء قد تم بتوفيق الله وسلامه، ويمكنك الآن إصدار البيان بمشيئة الله. نعم، سيظل الأسرى كرهائن في قبضتنا حتى تمام القضاء على الوثنية نهائيا. نعم، لقد تم اتخاذ كافة الاحتياطات ضد أي محاولة والعياذ بالله. نعم نعم نعم، كن على اتصال على نفس التردد، فإذا انقطع الخط والعياذ بالله فانقل إلى الموجة الأخرى، وليوفقنا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 31 فبراير سنة 2030، واللي بيقول فيه إن في جماعة إرهابية صدت على أحد معابدنا النهاردة الصبح وخطفت يا مامي عدد كبير جدا من السياح الأجانب. وطبعا وزارة الجوانية عملت اجتماع فوري. سوري يا جماعة، أنا آسفة، غلطت كمان مرة. أنا أقصد كبار المسؤولين بالوزارة. ده البحث الموقف طبعا وعمل الاتصالات اللازمة بالمختطفين، ده عشان نحافظ على حياة السائحين مؤقتا، وخصوصا ان في منهم شخصيات دبلوماسيه رفيعه المستوى. وكانت منظمه اسمها الكوكتيل الثوري قد اعلنت مسؤوليتها عن الحادث، وهي تطالب بتمكين مسؤول الاعلام بها بادلاء طلبات المنظمه بالتلفزيون. وطبعا حكومتنا الرشيده وافقت على كده، وخصوصا ان هي لسه ما تعرفش هويه تلك المنظمه الارهابيه ولا المطالب المستهدفه من وراء خط السائحين الاجانب. نحن الان في انتظار مسؤول الاعلام بالمنظمه الارهابيه لاعلان بيان المنظمه بخصوص اختطاف السائحين الاجانب. من بغى ان يكون واضحا اننا قد اضطررنا للخضوع للابتزاز وقبول قيام مسؤول الاعلام بالمنظمه باعلان بيان المنظمه بنفسه بالتلفزيون، لا لشيء الا المحافظه على حياه السائحين الاجانب حرصا على شكلنا قدام الناس. ولو كان الرهائن من المصريين بس ما كناش خضعنا للابتزاز ولا حاجه، وكنا هدينا المعبد عليهم كلهم، حيث سيعد الابرياء منهم شهداء. والان
يتوافد الصحفيون المحليون والعالميون وأنستنا جاهزة لتصوير المؤتمر الصحفي الذي وكما التزمنا سينقل لكل العالم على الهواء، ومعنا هنا أيضا مصورة تلفزيونات العالم الآن. السلام على من اتبع الهدى. المنظمة طلبت عقد المؤتمر هنا وأن ينقل لكل العالم على الهواء، فهل سيادتك مسؤول الإعلام بالمنظمة وليس يلقي البيان؟ نعم إن شاء الله. علام. What? My name is علام. Yes. علام بن فتان بن مسعدة، أمير الإعلام في المنظمة الإرهابية العظمى، منظمة الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد. البيان الخاص بالعملية رقم 0 والتي نفذت اليوم الأربعاء الموافق 35 من شهر ذي الحجة من السنة 53 تكفيرية الموافق 31 من فبراير سنة 2030 إفرنجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. نعم ولكن الله رمى. قامت اليوم إحدى مجموعاتنا العاملة في قطاع السياحة باحتجاز مجموعة من السائحين الأجانب في أحد المعابد الوثنية التي اشتهرت بالفرعونية. وفي مقابل سلامة الأسرى تطالب منظمة الكوكتيل الثوري في سبيل الله ليميتد بما يلي: أولاً دفن المومياوات الفرعونية لأن إكرام الميت دفنه. ثانياً تحويل متحف الآثار بالقاهرة إلى مسجد بعد تطهيره من كافة أشكال الوثنية. ثالثاً تعظيم الأصنام الفرعونية الوثنية في كل أنحاء مصر بما في ذلك تمثال أبي الهول. رابعاً هدم الأهرام والمعابد جميعها واستخدام حجارتها في مختلف الأغراض التي تفيد الناس. خامساً التوقيع على إعلان نوايا بتمكين المنظمة من زمام السلطة في مصر في خلال 5 سنوات، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية عدم التعرض للمنظمة بأي شكل. وترى المنظمة أن يتم التوقيع في حضور ومتابعة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها كبير العائلة البشرية حالياً والتي يتعين عليها أن تضمن التنفيذ. فإذا لم تتم الاستجابة الفورية لهذه الطلبات التي نطلب فسوف تقوم المنظمة بإعدام جميع الرهائن ومنهم مسؤولون ووزراء أوروبيون وغيرهم، والمسؤولية في ذلك أيها الإخوة والأخوات على الحكومة وحدها هذا، ولن تتوقف المنظمة عن كفاحها الفقط حتى يتم القضاء نهائيا على الوثنية وعلى كل أدوات الكفر المادي كالتيلفزيون والفيديو والغسالة والثلاجة والمكواه والكمبويتر والخلاط والأتاري.